السلام عليكم، ازيكم؟ يلا اسرع صينية بطاطس محشية، حاجة كده في منتهى الجمال والطعم بقى. مش هقول لكم، يعني انتوا بنفسكم اللي هتجربوا وتقولوا لي. يلا بينا نشوف عملنا ايه وعملناه ازاي. اول حاجة هنجيب البطاطس ونمسكها نقشرها كويس ونبدأ اننا نقورها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، ويبقى قدامنا طبق فيه مية علشان نحط فيه البطاطس. ويا ريت تبقى معاكي صينيه كده عشان تحطي فيها البطاطس وتعرفي الكميه اللي انت هتحتاجيها هتكون قد ايه. تمام. وبعد ما بتعملي كده بتشطفي البطاطس تاني وتحطيها في ميه ونقطه خل لو انت هتبيتيها لتاني يوم علشان تحمريها، ولو مش كده هتشطفيها بس كده وتصفيها ونبدا نحمرها في شويه زيت زي ما حضرتك شايفاها بالشكل ده. احنا عايزينها متحمره فاتح، بصي اللون اشقر فاتح ازاي، مش عاوزينها تكون غامقه. تمام. ونصفيها كويس جدا من الزيت ونكرر نفس العملية لغاية لما نخلص البطاطس كلها. لازم نعمل الحركة دي يا جماعة مع كل البطاطس. تمام. نحمرها كده وننزلها ونخليها مجرد بس ما يبقى لونها اشقر فاتح نبدأ نشيلها من على النار. البطاطس دي جميلة قوي وحلوة قوي لما بتاكليها مع رز، او حتى كمان تعمليها مع محاشي، بتبقى بصراحة في منتهى الجمال. يلا بينا نعمل الصلصة. حتة كده صغيرة من السمن البلدي، وبعدين هننزل عليها بشوية زيت. اول ما يسخنوا هنبدأ ننزل عليهم بالثوم المفروم. انا بحب طعمها جدا بالثوم، بتبقى مميزة جدا وكل اللي بيدوقها بتعجبه قوي اكتر من اللي بتتعمل بالبصل. تمام. هنحمر الثوم بالشكل ده، ومعانا طماطم فريش ومعانا طماطم كمان اللي هي المعلبة او اللي هي صلصة الطماطم. هنحط ده كده، وهحط كمان معاها نص من علبة الصلصة. تمام. يعني قولي معلقتين كده كبار من الصلصة علشان بس تدينا لون حلو. احنا مش عايزينها تبقى تقيلة قوي الصلصة، احنا عايزينها خفيفة عشان هي هتخش تستوي في الفرن. تمام كده. هنقلبها حلو ونفكك الصلصة ونبدأ بقى نتبل ملح، فلفل اسمر، شوية من الكمون صغيرين وشوية، وبعدين عندنا كمان معلقة من مرقة الدجاج وشوية من الكزبرة الناشفة وكمان نص معلقة من السكر. تمام كده. هي دي كل التوابل مع ورقتين من اللورة او ورقتين من الغار على حسب ما بتحبي تقولي. تمام. بس هما ورقتين لورة، وتقلبي حلو قوي وتغطي عليها وتسيبيها بقى تغلي شوية حلوين كده مع بعض. تمام. غليت اهي، غليت حلو كده شوية، كام دقيقة هنقفل عليها، مش عايزينها تتسبك قوي لان احنا هندخلها الفرن هتتسبك في بعضها. هنا بقى يلا نعمل العصاج. عندنا كده 3 بصلات، وانا كنت عاملة لحمة بزيادة لاني انا هحتاجها في حاجة تانية. شوحنا البصل كده وبعدين هننزل عليها بفص واحد من الثوم. تمام. وباخد تقليبة كده، اول ما نشم ريحة الثوم ننزل باللحمة المفرومة اهو، وهنفضل نقلب ومش هنحط توابل لغاية ما لون اللحمة ده يبيض كده وما يبقاش لونه احمر كده خالص. اول ما نلاقي اللون افتح معانا هنبدأ نغطي على الاول، احنا هنحطها نخلطها بالبصل، نغطي عليها سنة ونشيل كده الغطا زي ما حضرتك شايفة، تاخد تقليبة ونبدأ بقى ايه نتبلها. يلا فلفل اسمر وجوز الطيب، واللي مش بيحب يحط كبابة صيني. بهارات 7، وكمان شوية من القرفة وشوية من القرنفل ورشة من الحبهان، ومعانا كمان شوية من البصل البودر، ومعانا معلقة من مرقة الدجاج وورقة غار واحدة بس كبيرة وقسمناها. وطبعا اللحمة المفرومة تتبيلتها على حسب ذوق حضرتك، براحتك حطي البهارات اللي تعجبك، اقل او اكتر براحتك خالص، بس انا بديكي اللي انا بعمله بالظبط. تمام. وبعدين هنبدأ بقى نحط هنا قيمة كده نص كوباية من المية، والمية هنا بتخلي التوابل تندمج حلو جدا مع اللحمة، وكمان بتخلي اللحمة تدخل في السوى ممتاز جدا بالشكل ده. كده خلاص قلبناها حلو. يلا بقى ننزل عليها ببصلة كمان نية ونقلبها بس تقليبة كده، مجرد ما هي هتندمج معهم كلهم وتختلط بيهم هنقفل عليها النار ونغطي ونسيبها. ويلا بينا بقى علشان نروح نجهز اللحمة المفرومة اللي احنا هنحطها في البطاطس، هنحشي بيها.
تمام. انا هنا كان عندي بصي انا اللحمه دي طلعت لها جزء من الفريزر كمان خلطته بيها، لان انا كنت هعمل صينيه حاجه تاني وانا بشتغل، بس خدت نصها وده اللي احنا هنحشي بيه البطاطس. هنبدا بقى، وملحتها طبعا، احنا ما حطيناش ملح في الاول. دلوقتي بقى نقطع شويه من البقدونس عليها بالشكل ده، وهناخد كمان كبشه كده من صلصه الطماطم اللي احنا عملناها، اللي هي بتاعت اللي احنا التسبيكه بتاعت البطاطس. طبعا انها تكون سبايسي او لا ده على حسب ذوق حضرتك. بصي بقى خدت لها كده معلقتين 3 كده من صلصه الطماطم اللي احنا هنسقيها بيها في الاخر، وخلطتها بيها لان ده بيخلي اللحمه طعمها جميل قوي. في ناس يا جماعه بتحب ان هي تحط اللي هو الحاجات اللي بتقورها من جوه البطاطس اللي بتطلع دي، بتحطها في السيرفيس من تحت او في الصينيه او في الطاجن. انا مش بحب اعمل الحركه دي ابدا، لانها لما بتغلي بتخلي الصلصه تتقل كده وتدي كده احساس معجن كده، بصراحه مش بحبه ابدا. انا بحب قوي ان انا لما بعمل كده مش بحط حاجة تحت البطاطس ابدا، بحب بس الصلصة، والصلصة تكون خفيفة، وبغطي الصينية وتدخل تاخد كده نص ساعة في الفرن، وبتطلع من الفرن مستوية حلو جدا، وهتاكلي فعلا احلى صينية بطاطس. حطي بقى صلصة كمان من على الوش كده، في ناس بتقول ما تحطيش ابدا وحطي من الجناب، نو، حطي علشان يبقى الطعم جميل معاكي. حطي، وبعد كده بقية اللحمة اللي فاضلة هتجيبيها وتبدأي تحطي على وش البطاطس تاني شويات كده من اللحمة. بس المهم نسقي اللحمه المفرومه من جوه في البطاطس تكون طعمها جميل. تمام، دي تريكات صغيره بس بجد بتفرق قوي في الطعم. هنغطي بقى كده كل البطاطس، وبعد كده ورقه من الزبده نغطيها، وبعد كده ورقه فويل، وتدخل على فرن ساخن مسبقا، وبعد كده تقعد لدرجه حراره انا دخلتها الحقيقه على 450 فهرنهايت. وبعد كده طلعته، بصي منظر جميل ازاي، تحفه جدا جدا. قدمتها مع رز ابيض كده اهو، بصي شايفه الجمال، شايفه المنظر، حاجه كده في منتهى الجمال. والله يا جماعه طلعت روعه روعه جدا جدا جدا. ان شاء الله تجربيها وتعجبك وتقولي لي رايك في التعليقات، وان شاء الله يا رب كده تكون وصفاتي خفيفه وبتعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. شايفين الجمال، حاجه والله روعه وخفيفه جدا، ما اخدتش مني يعني المطبخ ابدا اي وقت. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد واكله جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسونيش من فضلكم لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه حبايبي.